موسى، يعني واضحة لدينا الصور. يبدو أنه في عملية جرأة بعملية اختطاف رئيس الحكومة كما هو واضح من الصور، وهذا يعني يعيدنا إلى مسألة الوضع الأمني هناك في طرابلس. يعني كيف يبدو المشهد لديك بحسب الصور وهذه الجرأة الواضحة للمسلحين في عملية اختطاف أو اقتياد رئيس الحكومة؟ نعم، هم لديهم جرأة كبيرة جدا. هم يعني ليسوا عصابات، هم يروا أنفسهم أنهم قوة من الثوار وسيطبقون شرعية الثورة في استهداف رئيس الوزراء أو أي وزير أو أي مسؤول أو سواه في ليبيا. فهم يرون عليه زيدان كان هو مذنب أو أجرم في حق الليبيين حسب توجه نظريتهم يعني. لكن هذا كما قلت لك سيكون له ردود فعل كبيرة جدا على مستوى الشارع يعني الليبي تساؤل، أين الطوق الأمني اليوم يعني لرئيس حكومة في ليبيا في هذا الوضع؟ يعني نعم. على ما يبدو أنه ما في أي غطاء أمني لرئيس الحكومة في كما نتابع من هذه الصور وهذه الجرأة في عملية نعم. اختطافه. نعم، كما قلت لك انه علي زيدان ليس لديه غطاء امني حقيقي ولا حتى لهذا الفندق الذي يقيم فيه. يعني هناك مجموعه بسيطه تحرس خارج الفندق، ومعه هو مجموعه حدود 4 اشخاص يحرسونه في الجناح الذي يقيم فيه. نعم. فهذا لا يكفي في دولة مثل ليبيا فيها عدد كبير من الميليشيات المسلحة وبعض القوى المختلفة ذات التوجهات المختلفة أيضا متناقضة أحيانا. فهو مستهدف بشكل أو بآخر، والعديد من المرات قد دخلت بعض المجموعات إلى مكتبه. يعني حتى مكتبه كان مستباح لديهم، فما بالك الفندق الذي يقيم فيه.